السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نديروا واحد التحليل مبسط بسيط جدا ونهضروا مع الاباء والامهات والوليدات. المره هذه غادي نوجه الرساله لملك البلاد ملك الشعب محمد السادس نصره الله. واش ما كتشوفش بولادك كيضيعوا؟ راك انت محمد السادس جميع الخطابات ديالك اول حاجه كتبدا بها هي الشعبيه العزيز، الشعبيه الوفي. اذا كنا حنا يد وصلح شعبك العزيز وشعبك الوفي دافع على الحقوق ديال ولادك. ونبلغوا الرساله ديال الوليدات للحكومه، حقاش سمعنا الكلش، سمعنا الحكومه، سمعنا النقابات، سمعنا التنسيقيات، سمعنا المهم البرلمانيين، مجلس النواب. بقينا واحد الطرف ما سمعنالوش، ما سمعناش الوليدات وما سمعناش الاباء والامهات. نسمعوا عليهم شي شويه ونشوفوهم اش كيقولوا، شنو هي الرساله اللي باغيين يوصلوا للسي عزيز اخنوش. نتحدث مع عزيز اخنوش رئيس الحكومه. نعلم جيدا ان الوزاره المسؤوله هي وزاره التعليم والتربيه ولا لا 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 اوكي، ولكن احنا مع دابا مع اخنوش واللي غيتحدث، لحقاش دابا حتى الطالب العالمي تا هو خشا اش كيقولوا، خشا راسو. ما عرفناش الطالب العالمي شنو علاقه عنده مع هذا الشيء هذا، ما علينا. سي اخنوش، سيدي الوزير، سيدي رئيس الحكومه، سيدي رئيس الاغلبيه البرلمانيه، راك جبتي الاغلبيه البرلمانيه وراك اليوم كتحكم. والمغرب راه ما بداش معك السي اخنوش، ماشي انت هو اول حكومه مغربيه. انت ما غاديش تكون اكثر من عثمان في ايامه، واقول واعرف ما اقول، ولن تكون يعني الاتحاد الاشتراكي في ايامه. كل حاجه كتجي كدوز وقتها، راك غادي تدوز وقتك وغتمشي في حالاتك. تكلمنا وتحدثنا البارحه السي اخنوش في واحد الفيديو شويه فيه شويه ديال الضحك معاك على مشكل اللي عندك ديال النطق باللغه العربيه. هذا لا يعني انك يعني ينقص من قيمتك المعرفيه، لا لا. فنعلم جيدا ان لك تكوين جيد، ولكن هو تكوين فرانكوفوني. ولكن اللغه العربيه ما عرفتش اش وقع لك معها، ماشي مشكل، ماشي انت الوحيد. هناك الكثيرين والاغلبيه الساحقه من ما يسودون ويحكمون في المغرب، فهم يعني يضبطون اللغه الفرنسيه اكثر من اللغه العربيه. سي اخنوش، الاباء عياو، الامهات عياو، الوليدات مشردين في الشوارع. واش عارف السي اخنوش هذوك الوليدات اللي كيبقاو في الزنقه وما كيمشيوش للمدرسه؟ ما غاديش تقول لي ربما لو كان هناك حوار بيني وبينك غتقول لي ماشي مسؤوليه ديالي، خاص المعلمين حتى هما يعطيو شويه من عندهم ولقاو حل ونمشي. وحنا بغينا نناقشوا وجمدنا، رحنا جمدنا. اجمدت يا حقاش مساله التجميد وضعت نفسك في موقف يعني يحسد عليه، تحسد عليه، ماشي تحسد عليه بالمفهوم الايجابي بل بالمفهوم السلبي. وضعت نفسك في موقف حرج، وضعت نفسك في موقع اثبتت من خلاله والديوان الذي يحيط بك ان كل من يحيطون بك لا يعلمون ولا يفقهون شيئا في القانون. عندما تجمد القانون الاساسي او قانونا معينا، على اي اساس سيشتغلون هذه الاسره الكبيره اللي هي اسره التعليم؟ هل تعلم بان الابناء ما كيمشيوش يقراو؟ هل تساءلت وانت كمسؤول عن الحكومه ومسؤول عن القطاعات كامله، هاد الوليدات فين كيدوزوا النهار؟ كيفاش كيدوزوا النهار؟ هاد الاباء والامهات كيفاش خاصهم يسمحوا في الشغل ديالهم ويقابلوا وليداتهم؟ كاين اللي عنده 6 7 سنين 8 سنين. انا اتحدث لا سيما على التعليم الابتدائي.
ناهيك خلينا من التعليم الاعدادي والثانوي. ربما الوليد ولا البنيه تقدر تجي للدار طيب راسها تاكل راسها ما كاينش مشكل، ديباني راسها دير كاسكروط. الوليدات ديال الابتدائيه سي اخنوش اش غادي نديروا؟ واش الاباء ديالهم والامهات ديالهم يسمحوا فيهم في الدار وهم خصهم عندهم التزام ديال العمل، خصهم يمشيو يشتغلوا؟ الا مشاو يشتغلوا والوليد بقى في الدار وقع له مشكل، هناك المسؤوليه المدنيه للاباء والمسؤوليه التبعيه للاباء. اي حاجه وقعت لك الوليد في المدرسه انتم براسكم غتجيو وغتقولوا علاش خليتو الدري في الدار بوحدو؟ هذا القانون ماشي انت، هذا القانون. الوالدين عياو، الوليدات بقوا متشردين في الشوارع، الاساتذه يطالبون بحقوقهم. هل كان من الصعب او بنقولوا من المستحيل أن تتخذ قرارات يعني استثنائية؟ لأن قرارات استثنائية وضعت لذلك، قرارات استثنائية، والجلوس مع المعلمين والخروج ب مذكرات مكتوبة كما يطالبون. ماشي مسألة جمدنا مع 4 النقابات 3 النقابات، ودوك 3 النقابات اللي جمدتوا معاهم ومعروفين لمن تابعين وشكون معاهم ولمن كينتميو وشكون اللي كيسيرهم. فنحن لا نتحدث الآن عن النقابات في عهد، كما قلت في فيديو سابق، في عهد نوبير الأموي، CDT والاتحاد العام للشغالين. عندما كانوا يقفون كان يقف المغرب بأكمله. أصبحت عندنا نقابات وما يتقلقوش من الإخوان ديال النقابات، نقابات مسترزقة، نقابات مسترزقة. ولكن اللي دابا في خريطه، وبهذا المصطلح الدارجي يعني الذي يعبر له حموله كبيره من الناحيه التعبيريه، وهو الاباء. هاد الاباء في غادي يخليو ولادهم فين مع من غيخليو ولادهم؟ اين هي مسؤوليه الدوله؟ كان ممكن الدولة توصل لأضعف الإيمان، وكما قلت في فيديو سابق مرة أخرى مع أسرة التعليم، تقول لهم ودي خليو النقاش غادي، لكم حقوق ديالكم بموجب القانون أن تدافعوا وتلتجئون إلى الإضراب، ولكن نديروا واحد العملية اللي كتسمى لا كونتينياسيون ديال لي زيرجونس ديال المستعجلات. خاص تبقى واحد لا بيرمانونس في المدارس كاع كامله. الحد الأدنى مثلا كاينه في مدرسه فيها 50 معلم، ممكن يمشيو للاضراب 45 ويبقاو 5 في المؤسسه، وهذوك الخمسه يعني بحوار مع الاساتذه. ولا اظن ان الاساتذه كانوا غيرفضوا هذه المساله هذه، لحقاش هما ما غيتقدموا، ما غيعطيو دروس، ما غيعطيو امتحانات، ما غادي يديروا امتحانات، ما غيديروا والو. دوك الخمسه اضعاف الايمان سيساهمون بواحد النوع او واحد الشكل من الاشكال في التخفيف عن الاسر. في العود لا يخدموا الدور ديال الاساتذه، ومع كامل احتراماتي للاساتذه اللي قراونا ورباونا وعلمونا، غيولي الدور ديال الاستاذ في هذه الحاله هذه المؤقته، غيولي الدور ديال الاستاذ هو حارس ديال الاطفال. اللهم يجي المدرسه ويبقى على الاقل محظي، والوالدين ديالهم يمشيو يشتغلوا والكل في امان، ولا يبقى في الدار تشعل البوطاغاز، توقع شي فضيحه كحله، هو وخوه يدابزوا، واحد يحل الشرجم يلوح خوه من الشرجم، تقدر توقع اي كارثه، لحقاش الوالدين ما كايناش اللي غادي يكونتروليو. هاد التفاصيل البسيطه جدا سي اخنوش ما كتبان لكش، راها بحال البصله، بحال المطيشه، بحال الزيت. المسائل البسيطه، المواطنين كيقلبوا على المسائل البسيطه يقيسوها. باغيين الزيت يقيسوه كيسوى القد والقد، باغي المطيشه كتسوى القد والقد، باغي البصله كتسوى القد والقد. باغي المواطن عنده 100 درهم في جيبو، ملي يمشي للمارشي يجيب القفه عامره بحال اللي كان كيدير شحال. طلعت القفه، يطلع لو سالير. مسألة بسيطة ماشي شي حاجة صعيبة. انت كتطلع عليه، كدير البصلة كانت كدير 2 دراهم كتولي كدير لها 5 دراهم، وكتخلي الموظف كياخذ 2500 درهم مثلا ولا 5000 درهم. اذا
اش كطلب من هذا الموظف؟ كطلب منه شنو؟ مني شنو؟ يمشي يسرق؟ يمشي يخطف؟ فسي أخنوش، أزمة التعليم لها تداعيات كبرى. راه ليست فقط بأن هناك إضراب وفقط وانتم تدبرون وتحاولون وتناقشون، لا لا، خاصكم تاخذوا المسألة بشكل جدي، وتحاولوا تلقاو حلول، لأنه إذا ما خديتوش حلول ستتحملون مسؤولية تاريخية، لأن الوضع ذاهب نحو الانفجار، وأي انفجار وقع في المغرب فسببه الأصلي هما انتوما، الحكومة اللي حاكمة دابا. شكرا وإلى اللقاء.